ابو كونيه موجود ولا موجود؟ ابو كونيه موجود وتعبنا بقى. ليه؟ ابو كونيه تعبنا. ليه؟ اللعيبه الافارقه بيجوا مصر زي اللي داخل حصاله، عايز فلوس. داخل حصاله او داخل بنك، طول ما قاعد يفتشك ويفتش نفسه، لازم ما يخرجش من النادي الا لازم يكون معاه فلوس. بس حضرتك خدته من نادي الزمالك بسعر قليل قوي، انا فاكر ساعتها 200,000 او 100,000 دولار. لا انا فاكر اقل كمان، ب 100,000 دولار والله. 100,000 دولار. هو خد 50,000 دولار. فكتير يعني، برضك هتلاقيهم مليون. ده كان جاي الزمالك باكتر من كده ايام كابتن حسام حسن، كان جايبه، كان جايبينه من الانتاج الحربي 500 الانتاج الحربي، 500 دفع 500,000 دولار للاتحاد الكوره، الشرط الجزائي اللي خدوا له من الانتاج، ودفع للعيب 500,000 دولار بالظبط. 500 و500 يعني مليون دولار، يعني 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. ابو كونيه عايز ماتشات كتير وعايز يخس. هو خس شويه بس عايز ماتشات كتير، قماص. وشعره اخباره ايه؟ كل يوم يجي لي يوم اصفر وابيض، ودلوقتي شايب بقى شعره كله ابيض. عجز. كل شعره ابيض بقى. مع الوقت هيبقى كويس. كنا بنضغط عليه. الوقت كام؟ بقاله فتره كبيره قوي. ما فيش ماتشات اكتر من كده. كريم ما فيش ماتشات. طول ما فيش ماتشات اللعيب ما يعرفش يخش فورمه. انت النهارده لو قاعد في البرنامج، لو كل يوم ما بتقعدش تتكلم هتنسى. لساني هيتقل. بالظبط. فالممارسه هي اللي هتولد الثقافه، هي اللي هتولد ازاي يشتغل. فاللعيب الكوره هو طول ما موجود في الملعب هتلاقيه بيبتكر، بيشتغل بشكل كويس، النواحي البدنيه بتاعته تبقى كويسه. فنتمنى لابو كونيه ان شاء الله. ايمن حفني اخباره ايه؟ لعيب بقى ده لعيب، بس كان يعني دخل فتره عدم انسجام شويه اول ما جه من المقص. تمام. وده اللي احنا بنتكلم عليه. مهما كانت كفاءه اللعيب وقدرات اللعيبه، يعني هكلمك حاجه مهمه جدا. يمكن انا بشتغل في قناه بحلل فيها في الجزيره. بتكلم على ميسي. هو مشكله اللعيبه اللي موجوده في العالم ان هم جم في عهد ميسي، فمش باين ولا لعيب في العالم كويس غير ميسي. ميسي بيلعب كوره غير كل العالم، ورونالدو بس مش زي ميسي. يعني ميسي من وجهه نظرك ميسي الافضل؟ يعني ما انت النهارده بتقول ده لعيب كوره ازاي؟ 3 عناصر مهمه جدا في لعيب الكوره. لعيب الكوره ومعاه الكوره ده معاه قضيه ومشكله، هيخلص منها ازاي؟ ميسي ما عندوش دي. ما عندوش بقى ان هو متكهرب وقلقان وخايف، لا ما عندوش ده. لا ده انا عايز اللي يجي لي هرقصه مهما كان كفاءته وقوته ومش عارف ايه.